السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بيتكلم عن موضوع منتشر اليومين دول، ألا وهو السيارات الذكية أو السمارت كارز. إيه اللي بيخلي العربية الذكية دي مختلفة عن أي عربية تانية؟ مش بس بتتحرك، دي بتشوف، تفكر، وتاخد قرارات أسرع من الإنسان. النهاردة هنتعرف إزاي الذكاء الاصطناعي بيقود الثورة دي. أولا عايزين نتعرف على حاجة اسمها مستويات القيادة الذاتية. هم 5 مستويات. المستوى 0، مفيش اوتوماتيك خالص، السائق هو اللي بيعمل كل حاجة. المستوى 1، مساعد بسيط زي مثبت سرعة مثلا. المستوى 2، العربية تقدر تتحكم في السرعة والتوجيه سوا، لكن لازم انت تتابع، لا قدر الله لو حصل اي حاجة مفاجأة تنقذ الموقف. المستوى 3، العربية ممكن تسوق لوحدها بس في مواقف معينة، بس لازم تبقى جاهز تتدخل في اي وقت. المستوى 4، شبه استقلال كامل، بس ده في مناطق محددة زي المدن الذكية. إنما المستوى 5 واللي احنا مهتمين بيه في الفيديو ده، القيادة الكاملة من غير سائق نهائي. السواق هو سايق العربية، شايف قدامه في الإزاز وجنبه وراه في المرايات. إنما العربية الذكية دي بتشوف إزاي؟ ونيجي للإجابة، إن العربية الذكية دي مش عندها عين واحدة، دي عندها شبكة عيون. الكاميرات، رؤية 360 درجة بتميز إشارات المرور والمشاة. الرادارات، تشوف أبعد من عيون البشر حتى في المطر والضباب. شبكة الليدار، بترسم خريطة ثلاثية الأبعاد حوالين العربية لحظة بلحظة. ولما التلاتة دول يشتغلوا مع بعض، العربية بتشوف أوضح من أي إنسان. دي تكنولوجيا يا عم. طب وبعد ما تجمع المعلومات اللي هي سجلتها دي، مين بياخد القرار؟ هنا بيجي دور الكمبيوتر المركزي والذكاء الاصطناعي. السيستم بيحلل كل البيانات في أجزاء من الثانية، ويقرر بقى يفرمل، يغير حارة، يتجاوز العربية اللي قدامه. كل ده أسرع من أي رد فعل بشري. الكمبيوتر هو مخ العربية، والذكاء الاصطناعي هو العقل اللي بيفكر وبيتعلم. كل الكلام اللي فات ده جميل. نيجي بقى للتحديات اللي بتواجه العربية دي. أول حاجة، الطرق غير الممهدة. طرق تلاقيها مليانة حفر ونقر. العربية ممتازة في المدن، لكن الطرق اللي مليانة مطبات أو مش متخططة بتصعب عليها المهمة. 2، القرارات الأخلاقية. في لحظة خطر لا قدر الله، هل العربية هتاخد قرار اللي هي تنقذ الراكب اللي جوه العربية، ولا البني آدم اللي ماشي بيعدي الطريق مثلا؟ 3، تحديثات السوفت وير. الميزة إن العربية دي بتتطور كل يوم، زي الموبايل بتاعك بيجيله أبديت كل فترة. العربية بتستقبل التحديثات دي عبر النت، تخليها أذكى وأأمن. في النهاية، العربيات دي مش مجرد وسيلة نقل، دي كمبيوترات ماشية على العجل. ثورة لو اتطبقت صح وانتشرت، هتغير شكل مدننا وحياتنا في المستقبل. ولو وصلت لحد هنا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تستنى الحلقات الجاية. سلام عليكم.